الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكوره مع الجوكر. ومليار مليار مليار مبروك. نادي الزمالك بيعايد على المشجعين كلها. نادي الزمالك بيعايد على مشجعينه بالتتويج بكاس مصر رقم 29 في تاريخه. فعلا مباراه كانت قويه جدا. نادي بيراميدز كل الاحترام والتقدير. نادي الزمالك لعب مباراه الشوط الاول كانت مباراه سيئه بعض الشيء، ونجح فعلا بيراميدز انه يتقدم، لكن لسه هقول الاجهاد اللي دمر بيراميدز. نادي الزمالك بكبريائه بتاريخه بجماهيره، الجماهير الوفيه المحترمه اللي حضرت المباراه. نادي الزمالك بينجح انه في ركلات جزاء كانت دراماتيكيه، يعني 3 مرات تعطي نادي الزمالك يعني سبحانك يا رب، كأني يعني ربنا عايز يكرم المشجعين دول. نادي الزمالك النادي الكبير، النادي المحترم، نادي اللي فعلا نجح انه يعايد على الزملكاويه، والعيد بقى عيدين بالنسبه لنا، بقوا 3 اعياد كمان، لان لسه في خبر قدام باذن الله هنتكلم عليه. مبروك نادي الزمالك، مبروك لكل احباء نادي الزمالك. طبعا يا اخوانا هنتكلم بقى على اعلان زيزو، هيبقى في الساعات القادمه الجايه دي. اعلان زيزو للنادي الاهلي هيبقى للساعات القادمه دي خلاص. طبعا نيجي بقى للمنتخب الفلسطيني. المنتخب الفلسطيني بيصنع التاريخ مجددا وبيفوز على المنتخب الكويتي. المنتخب الفلسطيني الوطني، المنتخب الجميل، منتخب الفدائيين، بينجح بالفوز على المنتخب الكويتي بهدفين مقابل لا شيء. وضع طبعا اللاعب في الشوط الاولاني تامر صيام هدف جميل جدا، ومن ركله الجزاء ينجح وسام ابو علي في الهدف الثاني. طبعا يا اخوانا المنتخب الاسباني الان يضرب رسميا الموعد مع المنتخب البرتغالي. المنتخب الاسباني يعني مش عايز اقولها، الماتادور ذبح الديوك، ده اللي اقدر اقوله دلوقتي. نادي الزمالك يا اخوانا فرحني، نادي الزمالك فرحني كتير. نادي الزمالك النادي العظيم، النادي الكبير اللي ياما زعل جماهيره وياما فرح جماهيره، ومهما بكاني بيجي لي الوقت وافرح معاه من تاني. مبروك لنادي الزمالك. طبعا يا اخوانا يعني انا اسف ان ما قلتش المقدمه بتاعتي، لكن ان شاء الله نقولها في الاخر. طبعا كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد على الامه الاسلاميه كلها، عيد سعيد عليكم يا احبائي، عيد سعيد على كل غالي علينا، ويا رب يا رب ديمها علينا، ديمها الفرحه علينا يا رب. جماهير نادي الزمالك، جماهير النادي الاهلي، طبعا احترام كبير لفريق بيراميدز بطل افريقيا. نادي الزمالك بينقذ الموسم بتاعه. ايمن الرمادي بيودع الزمالك بطريقه محترمه جدا، بطريقه شيك. كاس مصر للمره ال29 باسم نادي الزمالك. طبعا اتمنى رب ما كنتش تقلت عليكم. حافظ الله فلسطين. ونختم بخير الختام، وهي الصلاه والسلام على نبينا محمد النبي الامي الامين. حج مبرور. طبعا ربنا يا رب يحفظ الحجاج ويعيدهم لبلدانهم سالمين غانمين. الف الف مبروك نادي الزمالك. طبعا يعني حظ اوفر لبيراميدز في المباراه القادمه. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم منا خالص التقدير والحب والاحترام. طبعا يعني مش قبل ما نتكلم، مباراه النادي الاهلي هيلاقي باتشوكا يوم الاحد ان شاء الله الساعه 12 منتصف الليل. طبعا دي مباراه وديه تحضيريه. زيزو خلاص انا قلتها، الساعات القادمه قد تشهد برومو صفقه زيزو مع النادي الاهلي. طبعا مش هنرد على تصريحات ولا هنرد على الكلام ده، احنا دلوقتي بنفرح. نادي الزمالك بيفرح، نادي الزمالك من حقه يفرح، الجماهير المحترمه اللي حضرت المباراه دي تفرح. مبروك نادي الزمالك، يوم سعيد عليا انا شخصيا. نادي الزمالك بيتوج، منتخب فلسطين بيصنع التاريخ. اتمنى يا رب اشوف منتخب فلسطين في كاس العالم للمره الثانيه في تاريخه. طبعا المره الاولى كانت 1938، لعب تصفيات كاس العالم في 1934. يا رب اشوف منتخب فلسطين في كاس العالم. كمان بهني كل اخواتنا الاردنيين، الاردن في كاس العالم لاول مره في تاريخها، والمنتخب الاوزبكي لاول مره في تاريخه كمان في كاس العالم. طبعا يعني فرحه ما بعدها فرحه. نادي الزمالك بيسطر التاريخ، نادي الزمالك بينجح. من رحم المعاناه بتاتي البطوله، من رحم المعاناه بتاتي البطوله، وكأن نادي الزمالك بيعودنا على الكلام ده. نادي الزمالك بيعودنا على الكلام ده يا جماعه. شكرا، اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، وكل سنه وانتم طيبين. وطبعا نختم بالدعاء لاهل غزه. ربنا يا رب يحفظك يا غزه، ويحفظ اهلك، وينصرك على من عداك ومن خذلك. اترككم في رعايه الله، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم. Go, 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 we can score right now.